البنيون محبوب الجزائريين، جيتكم بوصفة سهلة بنينة اقتصادية بمكون كامل عندكم في الدار اللي هو الخبز يابس. نخلعته الخبز يابس يجي مقرمش بنين خفيف وراح ينجح لكم من اول مرة. تابعوني حتى اخر نقولكم كيفية تحضيره. اول حاجة نجيبو 2 كيسان من الخبز اليابس الملحي اللي هو لا شابلور، نحمصوهم مليح حتى يعطونا اللون الذهبي. ثاني حاجة عندنا كاس حسيلة نذوبوها مع ملعقة كبيرة من المارغرين. بعد ما ذابت العسيلة مع المارغرين نضيفو 2 معالق من الكاكاو مر، نخلطو المكونات. بعد نجيبو غيسيبيون فرغو كامل الخليط، نضيفو لا شابلور اللي حمصناه وعطانا اللون الذهبي. مع الاخر نضيفو كاس من المكسرات محمصين ومرحيين، انا استعملت الكاوكاو المرحي. بعد ما عجناه وتماسك معنا نجو نشكلو البنيون. بعد ما شكلناه كامل نحطوه في الفريجيدار لمدة نص ساعة ونرجعو ليه. نجو نذوبو الشوكولا، انا استعملت لا مارك باتيسي راهي دايره حالة في الاسواق، ما راحش كامل تعبك، تجيب شكل اقراص نحطوها في حمام مائي. بعد ما ذابت الشوكولا نجو نقلاصو البنيون بهذه الطريقة كيما راكم تشوفوا. نكمل كامل نقلاصيهم ونخليهم يجمدوا مليح ونجو نزينوهم. تزيين يبقى اختياري، انا زينته بحبة جوز وورق الذهب كيما راكم تشوفوا. زينت كامل الحبيبات وراه واجد على بنيون، جا شكله بزاف شباب. جابوا الوصفة وبصحتكم، مع السلامة مع وصفة اخرى.